تخيل معايا المشهد كده سنة 1965. بلاتو تصوير فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، الزوجة التانية. الأضواء، الكاميرات شغالة، المخرج صلاح أبو سيف بيدي توجيهاته، والممثلين كلهم في قمة تركيزهم. وفجأة واحد من أكبر عمالقة التمثيل اللي في المشهد بيحس بإعياء شديد جدا، بيقع قدام كل زملائه. المشهد ده يعني ما كانش في السيناريو أصلا. دي اللحظة اللي الواقع فيها بيبقى أقوى وأقصى من أي خيال ممكن يتكتب على ورق. لحظة بتجبرنا كلنا نقف ونفكر في الخط الرفيع قوي اللي بيفصل بين الشاشة والحقيقة. بالظبط. النهاردة هنتكلم سوا عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الكبير حسن رياض. المصادر اللي بنستند عليها قليلة بس مكثفة جدا، ومهمتنا هنا مش بس إننا نحكي اللي حصل، لأ، مهمتنا إننا نفهم يعني إيه فنان يكرس حياته لآخر نفس بالمعنى الحرفي للكلمة، وإزاي لحظة النهاية دي اتحولت لجزء من أسطورته الفنية. ده حاجة حقيقية ولا مجرد صدى جميل بنحب نصدقه؟ طيب خلينا نبدأ من الأول خالص، من تفاصيل اليوم نفسه. الروايات اللي معانا بتقول إنه سنة 1965 وأثناء تصوير الزوجة الثانية، الفنان حسن رياض حس بالإعياء الشديد ده وهو في البلاتو. في قلب الشغل يعني. في قلب الشغل. تم نقله فورا للمستشفى وتوفي في نفس اليوم. كان عمره وقتها 68 سنة. تفاصيل سريعة ومباشرة ومأساوية جدا. ولازم نقف عند عمره ده شوية. 68 سنة. في السن ده حسن رياض كان يعتبر مؤسسة فنية لوحده، ممثل مخضرم بتاريخ طويل قوي. صح. يعني ما كانش محتاج يثبت أي حاجة، وما كانش مضطر يشتغل بالإرهاق ده كله. فوجوده في البلاتو في السن ده بيقول إن الدافع كان أقوى من مجرد المهنة أو الفلوس. ده شغف خالص. ودي نقطة مهمة جدا، وعشان نفهم حجم المأساة لازم نفهم سياق الفيلم نفسه. الزوج الثانية ده مش أي فيلم. لا طبعاً، إحنا بنتكلم عن واحد من أهم أفلام المخرج صلاح أبو سيف، رائد الواقعية في السينما. الفيلم نفسه كان بيقدم نقد اجتماعي قاسي جداً عن الظلم والقهر، وحسن رياض كان بيقدم دور حفيظ، وهو دور مركب وصعب. فوفاته أثناء تصوير عمل بالقيمة دي بتضيف بعد تاني خالص للحدث. كأنه كان بيشارك في صناعة قطعة فنية خالدة، وبشكل مش مقصود زود للفيلم طبقة من الدراما الواقعية اللي محدش كان يتخيلها. هل ده بيغير نظرتنا للفيلم النهاردة؟ أعتقد بيضيف له ثقل إنساني كبير. لما بنشوف الفيلم النهاردة وإحنا عارفين إن دي كانت آخر أيام فنان عظيم زي حسن رياض، مشاهداته بتكتسب معنى مختلف. بنبقى بنشوف الأداء الفني وفي نفس الوقت بنفكر في الحياة اللي وراه وفي التفاني اللي وصل لحد الموت. ده بيخلي التجربة أعمق. وهنا بقى نوصل للنقطة اللي حولت الحادث المأساوي ده الأسطورة. الكتابات عن الواقعة دي بتركز على جملة محددة جدا، بتقول ورحل وهو واقف قدام الكاميرا. امم كأنه اختار يودع الدنيا من مكانه الطبيعي. الفن بصياغة شعرية جدا. صياغة عبقرية بس في نفس الوقت خطيرة. خطيرة إزاي؟ كلمة اختار هنا، الكلمة دي بتحول الموت اللي هو حدث قدري خارج عن إرادة الإنسان لقرار فني. كأن روحه الفنية هي اللي قررت إن ده أنسب مشهد أخير لمسيرته. ده بيدي للنهاية عظمة ورقي، لكنه ممكن يخلينا ننسى الألم الإنساني الحقيقي اللي حصل. دي نقطة ممتازة. هل إحنا كجمهور بنميل إننا نعمل رومانسية أو نشعر نهايات الفنانين المأساوية؟ كأننا بنحاول نلاقي معنى فني في حدث هو في الأساس إنساني بحت ومؤلم. بالظبط. البشر عموماً بيكرهوا النهايات اللي ملهاش معنى، ولما فنان بنحبه بيرحل بنحاول نلاقي في رحيله ده منطق أو رسالة تليق بفنه. ففكرة إنه اختار الموت في مكانه الطبيعي دي بتقدم لنا العزاء ده، بتقدم لنا قصة نقدر نحكيها ونفهمها. بس لو بصينا للموضوع بشكل أعمق، تعبير مكانه الطبيعي ده لوحده يستحق وقفة. إيه هو المكان الطبيعي للإنسان؟ بيته وعيلته؟ ولا المكان اللي بيحقق فيه ذاته؟ والمصدر هنا بيجاوب بشكل واضح، مكانه الطبيعي هو الفن. وده بيطرح سؤال، هل الفنان العظيم لازم حياته الشخصية وحياته الفنية يندمجوا لدرجة إن الخط الفاصل بينهم يختفي؟ لما حسن رياض كان في البلاتو هو ما كانش بيشتغل، هو كان بيكون. كان في الحالة اللي بيحس فيها بأقصى درجات الحياة. وعشان كده من المنظور الأسطوري ده إن حياته تنتهي في اللحظة دي هو قمة التعبير عن مين هو حسن رياض. حياته انتهت في ذروة تحقيق الذات، مش في هدوء الفراش. ودي مفارقة قاسية وجميلة في نفس الوقت. طيب الفنان رحل،
والجسد انتهى. لكن النص بينتقل لنقطة تانية وبيقول رغم رحيله ما زال حسن رياض حاضر في وجدان الجمهور. وبيقول كمان وأعماله لحد النهاردة بتتفرج وتعيش. وهنا لازم أسأل، لما بنقول إن فنان حاضر، إيه اللي حاضر بالظبط؟ هل هو الشخص نفسه ولا دي مجرد أشباح محفوظة على شرايط سينما؟ سؤال فلسفي ومهم جدا. بصي، اللي بيفضل حاضر مش هو الشخص بذاكرته وأفكاره اللي محدش غيره يعرفها. اللي بيفضل هو الأثر الفني اللي سابه. إحنا كجمهور بنخلق نسخة بديلة من الفنان. نسخة خالدة؟ بالظبط، نسخة خالدة مكونة من أدواره، من صوته، من ضحكته، من انفعالاته اللي قدمها في أعماله. والنسخة دي ممكن تكون مختلفة تماماً عن الشخص الحقيقي. يعني ممكن نحب شخصية هو قدمها بس منعرفش أي حاجة عن الفنان نفسه. تماماً. يعني نقدر نقول إن الفنان بيعمل صفقة، بيضحي بجزء من حياته ووقته وجهده، وفي المقابل بياخد نسخة فنية منه بتعيش للأبد. هي دي فكرة الخلود الفني بالظبط. مش إن الشخص نفسه بيخلد، لأ، فنه هو اللي بيخلق له كيان موازي بيتجاوز الزمن. ولما النص بيقول أعماله بتتفرج وتعيش، ده بيأكد إن الكيان ده مش مجرد ذكرى باهتة، لأ، ده كيان فعال. الناس لسه بتتفاعل معاه، بتضحك، بتبكي، بتفكر بسببه. ده معناه إن الأثر الفني ده لسه حي وبيتجدد. وهنا النص بيوصل للزتونة بتاعته وبيختم بجملة قوية، وده أكبر دليل إن الفن الحقيقي ما بيموتش. الجملة دي بتطرح سؤال تاني، هل فكرة الفن الحقيقي دي في مقابل فن مزيف بيموت؟ مشترك، يعني المشاعر الإنسانية الأساسية زي الحب والخوف والظلم والعدل ما بتتغيرش مع الزمن. فلما عمل فني بيقدر يعبر عن المشاعر دي بصدق، بيكتسب قدرة على السفر عبر الزمن والتواصل مع أجيال جديدة. بس هل ده ضمان للخلود؟ يعني الصدق لوحده كفاية؟ لا طبعاً، مش كفاية. في عنصر تاني مهم جداً، اللي هو الذاكرة الثقافية والحفظ. في أعمال فنية عظيمة وصادقة كتير اندثرت أو اتنست لأن محدش احتفظ بيها أو أعاد تقديمها. فخلود أعمال حسن رياض مش بس بسبب صدق أدائه، لا، ده كمان بسبب إن أفلامه فضلت محفوظة وبتتعرض في التلفزيون ودخلت في نسيج الذاكرة الجماعية بتاعتنا. يعني الخلود هو نتاج الصدق الفني زائد الحظ التاريخي. تماماً. إرثه مش مجرد عدد أفلام، لا، إرثه هو لحظة انفعال في فيلم أبيض وأسود لسه بتخليك تحس بنفس الإحساس، أو جملة حوارية قالها من 60 سنة ولسه بنستخدمها في حياتنا اليومية. هو ده الحضور الحقيقي، مش مجرد صورة على الحيطة. لا، ده تأثير ممتد في اللغة والثقافة والمشاعر. إذن لو حبينا نجمع خيوط النقاش ده، إحنا بدأنا بحادثة وفاة مأساوية على بلاتو تصوير، وانتقلنا منها لتحليل السياق الفني للفيلم المهم اللي كان بيصوره. وبعدين فككنا الأسطورة اللي اتصنعت حوالين موته، وشفنا إزاي بنميل كبشر إننا نلاقي معنى شاعري في النهايات التراجيدية، وشفنا التوتر بين الحقيقة الإنسانية المؤلمة والصورة الأسطورية المبهرة. وفي النهاية وصلنا لفهم أعمق لفكرة الخلود الفني، إنه مش خلود للشخص لكن خلود للأثر اللي بيسيبه، وإن الخلود ده بيحتاج صدق فني وحظ تاريخي عشان يتحقق. بالظبط. القصة دي رغم بساطتها الظاهرية بتفتح كل النقاشات دي، بتورينا إزاي حياة فنان واحد ممكن تكون مراية لأفكار كبيرة جداً عن معنى الفن والحياة والموت. كل ده بيخليني أفكر في سؤال أخير، لما بنعرف قصة زي دي بتفاصيلها اللي ورا الكواليس، هل ده بيغير تقديرنا للعمل الفني نفسه؟ سؤال ممتاز، وده بيخلينا نسأل سؤال أخير ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. هل قيمة الفنان الحقيقية بتكون في حياته اللي كرسها للفن بكل تضحياتها وآلامها اللي ممكن ما نعرفش عنها حاجة، ولا بتكون في الأعمال النهائية الخالدة اللي سابها وراه بغض النظر عن كواليس صناعتها؟ بمعنى تاني، لما بنشوف مشهد لحسن رياض في الزوجة التانية، هل المفروض نقدره كأداء تمثيلي عبقري وبس؟ ولا قيمة المشهد بتزيد لما نعرف إنه كان بيعاني وبيتألم وبيقدم آخر أنفاسه عشان المشهد ده يوصل لنا؟ إيه الأهم؟ الفن كمنتج نهائي ولا الفن كرحلة إنسانية؟